برتقان، كشك، برنجان، احمدك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صل على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا يحبك على طول. وحشتوني قوي يا اغلى المتابعين ليا، ويا رب كده يديمكم نعمة في حياتي، وما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بترفع من معنوياتي يا اغلى المتابعين. بشكر اي حد انضم عندي في القناة، سواء كان من داخل مصر او خارج مصر. معرفش الاضاءة كده ظبطت ولا ايه. بصي يا حبايبي، انا جايبه كده النهارده مشتريات بسيطه من السوق هوريها لكم. اول حاجه يا حبايبي، كشك ده. كشك ده روعه يا حبايبي. في طريقه كده ان شاء الله ممكن ابقى اعملها لكم، اللي هي بيسموها الالمازيه. بس هم الالمازيه دي في ناس كتير بتعملها بالدقيق، فانا لا بعملها بالكشك. دي بتبقى حلوه قوي بالزبادي واللبن، بتبقى حلوه قوي. تحطي عليها بصل كده من فوق، بتبقى حلوه قوي يا حبايبي. في ناس بقى بيحط عليها قطع من الفراخ، هم يعني دي حريه شخصيه، بس هي بتتاكل كده لوحدها زي الشوربه، بتبقى حلوه قوي. ماشي يا حبايبي، الله يرحمها هي اللي كانت معلماني. وممكن تعملوها برضو ببيضه. دي طريقه ودي طريقه. ممكن برضو تكتبولي في التعليقات لو عايزين تعرفوا الاكلات الحلوه دي، نعملها مع بعض يا اغلى متابعين. شجعونا كده يا حلوين، ربنا يخليكم ليا. جايبين بقى سكر اهو. انا حاسه الاضاءه كده كده ظبطت، ولا هي ولا هي الاضاءه. بس يا حبايبي، جبنا سكر تاني اهو. انتوا عارفين اي بيض ما يخلاش من السكر، ده اساس. السكر والشاي دول حاجه. جبت الرز ده برضو، الحبايه بتاعته تعتبر نظيفه برضو. جبنا ايه تاني؟ جبنا الزيت ده. جبت بقى ايه شويه موز كده وانا جايه. احنا عايزين شويه سوداني، ونبقى كده قاعدين في الجبلايه القرود بالظبط. مع الموز ده يبقى كده كملت كل محتاجات ايه الجبلايه اهو يا حبايبي. جبت بقى حاجات تاني، بس مش جايبه، يعني جايبه حاجات عينات، لان ايه البرتقان ده صراحه محدش بياكله عندي خالص في البيت، فجايبه ايه، جايبه حاجات بسيطه. مش يا حبايبي، مفيش غير انا بس اللي ممكن اكون باكله، محدش بياكله يعني. جبت هنا، اللهم صل على النبي. احتمال النهارده اعمل لهم مسقعه. الواحد برضو يا حبايبي ايه، مش لازم اللحوم على طول والدواجن. فنكوش؟ لا مش فنكوش، بتقول لكم فنكوش، ده ما اسموش فنكوش يا رغده، ده اسمه حرنكش. حرنكش اسمه ايه؟ حرنكش. هي بتفتكروا اسمه فنكوش. تاني الفنكوش ده اللي بيتحمر في الزيت، اللي عامل زي الفشار، صح؟ مم. جبت بقى ايه، بتنجان، عشان احتمال اعمل مسقعه زي ما بقول لكم. إيه، الواحد مش لازم يعمل على طول فراخ ولحمه وسمك والحاجات دي. الواحد برضو شويه كده وشويه كده، مره حاجات من دي، ومره الواحد بقى ياكل حاجات اللي هي ايه، عدس. احنا في الشتاء الايام دي الواحد يعمل عدس حلو قوي، بيدفي شوربه العدس دي. والله العظيم، يعني ناس كتير قوي بتحب شوربه العدس، الاجانب بيعشقوا حاجه اسمها شوربه العدس. يعني كان في واحد صاحب عم محمد الله يرحمه، كان بيعشق حاجه اسمها شوربه عدس. انا كان مره عازمنا قبل كده بره عم محمد، وهو كان صاحب معاه واحد الماني صاحبه. اول حاجه طلبها شوربه العدس، استغربت، قلت له انت راجل فقري صحيح في نفسي. قلت انت جايه تاكل شوربه عدس؟ اطلب لك حاجه حرشه، حاجه حلوه كده، يعني تبقى عليها القيمه. برضو العدس والله العظيم جميل، كله نعمه ربنا والله، بس بقول يعني انت جاي تاكل في مطعم، اطلب حاجه حلوه بقى تبر على نفسك كده. بس هو برضو العدس ده جميل ومفيد وفيه فيتامينات حلوه قوي. الناصح هو اللي يطلبه على فكره، هو انصح مني على فكره. انا بهزر معاكم يا حبايبي والله، انا بحب كده اضحك معاكم، مش لازم اخد الامور كلها بجديه زي ما يكون رايحين امتحانات اخر السنه ولا حاجه. شايفين بقى البتنجانه سرحه وملحه ازاي؟ تنقص بتنجانه كده تبقى حلوه، مش مبزره مش مكعوره كده زي شوال البطاطا، لا، تاخديها كده سرحه وبرحه. ايه تاني نحطها في الكيس بقى عشان ما تبهدلش الدنيا؟ جبنا بقى الخيار، بس الخيار ده شكله مش بلدي، اسمه سوب. جبت الطماطم الحمرا، نقيتها بقى بايدي. شايفين يا حبايبي، لما ببعت حد يروح يجيبها بيجيبها لي ايه مخضره خالص. بعد اقول لهم يا جماعه ده الايام ده الموسم بتاع الطماطم، انتوا في ايه؟ بيجيبوها لي ليه مصفره وبتاع؟ فانا نقيتها انا بنفسي، شايفينها حمرا ازاي.
ولزوم بقى ايه الحبشتكنات بتاعت المسقعة، الفلفل الحامي هو ده اللي بيخلي المسقعة بيوديها في حتة تانية خالص. بحبهاش والله العظيم يا حبايبي باللحمة المفرومة، مش عارفة ليه احبها كده قرديحي، تبقى جميلة. وفي ناس بتحط لها بطاطس، يعني هنا بنتي من الناس اللي ما تحبش تاكلها كده، تقول لي ما حطي لي بطاطس، ما تحبش هي اصلا البتنجان هنا دي خالص. فبضطر اعمل لها بطاطسايه محمره واحط لها فيها كده في الصلصه. انا بقى سبحان الله ما احبش اي اضافه، هو عباره عن بتنجان، فلفل حامي، طماطم وتوم، هم دول مكوناتها البسيطه، وبتطلع طبق زي العسل. ان شاء الله يا حبايبي قولوا لي والله العظيم كده في الكومنتات، نعمل معاكم الاكلات البسيطه والسهله دي لحبايبنا، لو عايزين يعني نعمل مع بعض الحاجات دي يا حبيبي. بس يا حبايبي ده فيديو بسيط جدا من المشتريات اللي من السوق. طبعا زي ما بقول لكم البرتقال ده سكري، طبعا انتوا عارفين في 3 انواع من البرتقال، سكري وابو سره وبلدي، وفي بقى برتقان صفر. لو عجبكم بقى الفيديو يا حلوين فضلا وليس امرا ما تنسوناش بالشير واللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتصلوا على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. وما تنسوش يا حبايبي تكسروا كتير من قول لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، وكده وداوموا ان شاء الله على ورد كده من القرآن، تحفظوا كده كل يوم جزء من القرآن او تقرأوا طبعا، يعني لو مش مقدرتك ان انت تحفظ اقرأ، مش قادر تقرأ افتحه في البيت وولع كده القرآن في البيت، بيبقى بركة يا حبايبي. واستغفروا كتير وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ومع السلامة يا حبايبي، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.